السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة اليوم باختصار راح نحكي لكم إياها. بس قبل أي شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قصة بتقول امرأة: كانت عندي جارتي مثل أختي، ولما توفي زوجها وترك لها طفلين تطورت علاقتنا أكثر، وأصبح زوجي يتعاطف معها، يعطف عليها وعلى أولادها، وكانت دائما عندي وأنا في المنزل، أكون في المطبخ وهي تكون في المنزل عندي كمان. عندما أكون مريضة هي التي تقوم على أمور المنزل كلها، وعندما أخرج إلى السوق أو أمر أترك ابنتي الصغيرة عندها. كانت أولا تخجل من زوجي، مع الوقت أصبحت تتحدث معه وتكشف شعرها وهي جميلة وشكلها متناسق جدا، وما زالت صغيرة في السن. وبالصدفة اكتشفت أن زوجي يذهب عندها إلى البيت، وكان يأخذ لها كل شيء تحتاج إليه، وهي كانت تطلب منه كل شيء. وأنا واجهته وهو كان يقول: أنا أعطف عليها وعلى أولادها لا أكثر ولا أقل. قلت له: لماذا لا تقول لي هذا الكلام؟ وأنا لا أبخل عليها بشيء، كل شيء تأخذه من عندي. وأنا منذ ذلك اليوم أصبحت لا تزورني ولا تذهب ولا تأتي إلي، وأنا لا أذهب عندها. أنا و... وأنا لا أذهب عندها. وعندما ذهبت إليها فتحت لي الباب، حتى الأولاد لم أعد أراهم. قالت لي: ماذا تريدي؟ وكانت تعاملني بجفاء. قلت لزوجي: جارتنا لم أعد أراها ولم تعد تأتي عندي. قال لي: إن أنا الذي قلت لها لا تأتي عندنا. وسألته: لماذا؟ قال لي: لأني سوف أتزوجها. قال لي: سوف أتزوجها. وأنا ضربت وجهي وصفعت بوجهي من الهول المفاجأة من كثرة الصدمة. وقال لي: إذا وافقتي سوف يعاملني مثل ما أعاملها، وإن لم توافقي فسوف يطلقني ويطردني أنا وأولادي وينهي زواجنا. وافقت بشرط أن تعيش هي بمنزلها وأنا أعيش في منزلي، وتزوج منها وأصبح كل يوم عندها، وتركني أنا بعد مدة من الوقت. طلقني، أخرجني من المنزل وأنا وأولادي، وسكنت في منزلي في غرفتي، وأجرت منزلها حتى توفر لهم المال لتصرف على أولادها، و وزوجي يصرف عليها وعلى أولادي أنا، ونسي أولادي أنا، ونسي أولاده أن أنا سكنت في بيت أهلي، وكان عندي ولدي كبير عمره 18 سنة. دخل يعمل في الجيش، وأنا ذهبت وأنا بعت كل ذهبي، وأجرت منزل لأني لم أكن مرتاحا في بيت أهلي، وأصبحت أعمل أي عمل في المنزل: خياطة ملابس، أعمل في بيوت الناس، أعمل حلويات وأبيعها. ومع ذلك كبر أولادي تزوجت بنتي، ولم يحضر أبوها لعقد قرانها، وعمل وكالة لأخي كي يكتب الكتاب هي، وخالها هو الذي كتب كتابها. كان هو وكيلها ليس أبيها. وبنت الصغيرة كانت ناجحة في الدراسة، وكانت تقول لي دائما: سوف أصبح طبيبة. وأعطتني الدولة سكنت فيه، والحمد لله أنا وأولادي الآن. أنا أبحث عن عروسة لابني. وأما طليقي أصبح مريض ولم يعد يقدر على العمل، وزوجته هي التي تصرف على البيت. اشتغلت وهي تصرف على بيتها وعلى أولادها، وأنجبت من زوجي ولدان، وأصبح لديها 4. أنا حكيت حكايتي حتى تعرفون أنه لا يوجد أمان ولا ثقة في أحد. آه سوف أنه الواحد مش لازم يدخل بالجارة اللي تسكن وتستملك، وإنها رايحة جاية وتصير هي اللي معها مفتاح البيت، معها من الثقة والحب، وإنها حرام، وإنها هاي مسكينة وأنا لازم أعطف عليها. لا لا لا. كان لازم في حدود حدود حدود. إنه أهلا وسهلا فيكي، يا مرحبا، مع السلامة من عند الباب، إلا دخلتك تدخلي وزوجي مش موجود، مش رايحة جاية وهاتلها وهاتلها وهاتلها. لما تعود عليها وشافها أحلى منك وأحن منك وأحسن منك، لحد ما أخذت زوجك وإنت طلعتي برا، وصار البيت والدنيا كلها إلها، وإنت يا حزينة طلعتي برا البيت.
هاي كانت قصتنا لليوم، إن شاء الله تاخدوا عبرة إنه ما حدش يأمن للتاني، كل شيء في لازم حدود حدود حدود. كانت معكم ريتا جمال، بحبكم بالله. صلوا على النبي كثير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحبكم بالله. لا تنسوني من دعوة حلوة الله يفرجها علينا وعليكم بحق لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.